كرات مرتده. صحيح. كان اكثر يقدر المنافس يوصلوا حتى ضربات الجزاء. الان المغرب هو اللي يعمل اللعب، المغرب هو اللي يفرج. تلعب مع البرازيل تتفرج المغرب، تلعب مع هولندا تتفرج المغرب. صحيح. يعملوا لنا في كيف. ولهذا نكونوا فخورين. ونرجع وانهي بالرساله نتاع الشعب الليبي شقيق. يا ولدي احنا نقسم فرحه العرب، راهو العرب بصفه عامه. صحيح. علاش مش انا نفرح للجزائر، نفرح لمصر، نفرح لاي بلد اخر؟ علاش ما نفرحوش لبعضنا؟ علاش ديما نقزموا في رواحنا؟ علاش ديما نقصوا من قيمتنا؟ انا اقول المغرب الحقيقه للامانه رفع لنا راسنا. انا فاجأني ايجابيا جدا بهذا المستوى الراقي جدا. المغرب الان العالميه. اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من مساء المونديال، حيث نلتقي معكم في حديث على ابرز ما شهده كأس العالم من احداث ونتائج وتطورات خلال الساعات الماضيه في بطولة تتواصل فيها الإثارة من مباراة إلى أخرى، لنستعرض معكم أهم العناوين ونرصد ملامح المنافسة بين المنتخبات في مشوار لا يخلو من المفاجآت والتقلبات مع اقتراب مرحلة الحسم في مختلف هذه المباريات. ونبدأ بالترحيب بكل تأكيد بمحللي مساء المونديال وشاشة الوسط. أبدأ بعادل الخمسي. أهلا ومرحبا بك عادل، منورنا دائما. اهلا بك مراد، نحييك، نحيي الاستاذ فتحي المولدي، نحيي الاستاذ جمال، كما احيي جميع مشاهدي قناه الدبليو تي في. سي فتحي منورنا دائما واهلا ومرحبا بك. اهلا مراد، مرحبا، توحشكم برشا برشا. وهو جينا سي عادل الخمسي. سي عادل الخمسي انا نعرف عائله الخمسي عندنا في تونس كبيره برشا. عائله الخمسي مادام الخمسي موجود نقول خمسه وخميس لصاحبي اللي من هنا نقول له خمسه وخميس. يبدو انه الامس لباس تقليدي وامور واحتفالات. ما لا سامحني، انا سؤالي البديهي، لو المغرب تفوز كاس العالم باش تجينا؟ مانيش عارف، هذه المفاجأة اللي نستناها من جمال. جمال منورنا واهلا ومرحبا بك. تحية إليك مراد، تحية لعادل، تحية لفتحي اللي غاب علينا أمس. احنا عندنا واحد المثل، الوالده اي ام مغربيه ملي كتبغي تعدعي مع شي ولد ديالها اش كتقول له؟ سير ولدي بغيتك النهار الخايب تكون غايب. والسي فتحي فهم الدعاء مقلوب. افضل نهار اللي كان خاصو يكون معنا فيه كان غائب، وان شاء الله يكون حاضر معنا في افراح اخرى ان شاء الله. خليت لك الطريق مفتوح، سمعت بيك جايب جلباب وجايب الدنيا وجايب جاي نعمل. انت العريس، ولهذا خليت لك المكان باش نحتفلوا بيك. لا ولا تبارك الله عليها. لا منور كان امس جمال، واليوم جبنا لك السيد فتحي وعادل الخمسي. لا اللي بنقول السيد فتحي طبعا السيد فتحي بنقول عليه لقب الخمسي، ماهوش لقبي راهو. الخمس بلادي من الخمس بالحاج. لقبي الحاج سالم. حتى حاج سالم عندنا عائله كبيره. لقبي الحاج عادل سالم الدويمي. فلا نشرف باي دوله عربيه، ولكن الخمسي تو الناس يعرفوني الخمسي لان من الخمس، يعني من مدينه اسم الخمس. شهره اسم شهره. فمشت فينا الخمسي زي ما تقول الرياني مثلا، البنزرتي، الجندوبي، من المدينه يعني. الزيزو جمال المغربي مثلا. ايوه جمال التونسي. مراد الليبي. منورين. عادل الخمسي. عادل الخمسي. نبدو بأبرز النقاط والأرقام التي دونت وسجلت خلال الساعات الماضية. بكل تأكيد كانت هذه أبرز الأرقام والنقاط وأهم النتائج التي سجلت في المواجهات التي لعبت خلال الساعات الماضية. وأبدأ قبل الحديث عن مواجهات الليلة وهذا اليوم بكل تأكيد في تكملة لمواجهات الدور 32 من كأس العالم، لكن نرجع لمحور لربما يستحق النقاش والحديث فيه، وهو عادل ليبيا غائبة عن كأس العالم، لم تتأهل بتاتا لكأس العالم. صحيح. لكنها في كل كأس عالم تكون لها بصمة. هذه البصمة لربما أبرزها من الجماهير الليبية التي مثلت دعم ومساندة خلينا نقول لا محدودة للمنتخب المغربي. الساحات امتلأت، الميادين، لربما في دول أخرى تمتلأ المقاهي خلينا نقول الأماكن العامة بذلك، لكن في ليبيا اليوم ميادين كبرى في طرابلس، في بنغازي، في سرت، وفي الأحياء في المناطق الشعبية. الجماهير الليبية تسهر حتى الساعات الصباح الأولى لأجل المغرب ليس لأجل ليبيا.
بالتأكيد مراد، تعرف أنت الشعب الليبي حقيقة شغوف بلعبة كرة القدم، وحقيقة هو متيم بلعبة كرة القدم. أتكلم على المستوى الأفريقي، على المستوى العربي، وحتى على المستوى العالمي. ما ننسوش مراد أن الجماهير الليبية دائما هي عروبية أكثر من أن تكون شيء ثاني، يعني دائما تميل للعروبة وللفرق العربية وللمنتخبات العربية. حتى في كأس أفريقيا تجد أن الجماهير الليبية لو ليبيا ما مشتش لكأس أفريقيا تشوفها دائما مع المنتخبات العربية أول بأول، دائما تحاول أن هي تكون خلف المنتخبات العربية وتراهن عليها. كذلك على المستوى العالم اليوم حقيقة شرف ودرس اللي يقدم فيه المنتخب المغربي، وهذا اللي خلى الجماهير الليبية خلف المنتخب المغربي وتعشق المنتخب المغربي وتشجع المنتخب المغربي، لأن حقيقة قاعد يقدم في مستوى ولا أروع، قاعد يقدم في مستوى أبهر به العالم وليس الجماهير الليبية فقط. وما ننسوش شيء آخر مراد، الجماهير الليبية واعية ومتتبعة جيدا للدوريات العالمية والأوروبية اللي ينشط فيها العديد من اللاعبين المغاربة ويعرفوا السيرة الذاتية لكل لاعب مغربي. لذلك ماهوش غريبا تجد الجماهير الليبية خلف المنتخب المغربي تسهر. ان هي شفنا الفرحه اللي كانت امام منتخب هولندا، وكأن المنتخب الليبي وليس المنتخب المغربي هو من فاز بالمباراه. لذلك نشوف الفرحه اكيد مراد، شوف الفرحه وكأن المنتخب الليبي وليس المنتخب المغربي، وهذه قليل ما تشاهدها مراد في عند جماهير اخرى. حنرجع لك على تجاربك لما كنت مدير للمنتخب، لما خضنا منافسات بطولة الشان وكيف تعاملت الجماهير المغربية مع ليبيا. لكن نبي فتحي المولدي يعلق على الجمهور الليبي وما يقدمه من دروس في التضامن واللحمة الوطنية والعربية والقارية عندما نشاهد هذه المشاهد، حتى نعرضها على الشاشة كاملة يا شباب ونوضح الصورة أكثر. تفضل سيد فتحي. هذه رسالة للسلطة الليبية. هذه رسالة مشفرة للمشرفين على كرة القدم في ليبيا الشقيقة. شوفوا الشعب الليبي قداش متعطش لكرة القدم. فأين فريقنا الوطني؟ فأين الفريق الوطني الليبي؟ هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للشعوب العربية. أنا لأول مرة في التاريخ نشاهد بلد لا علاقة له لا يشارك في تظاهرة وعامل فانزون، عامل مكان عام باش يتفرجوا فيه لبلد آخر. فماش امشي وين تحب. جمال، في ليبيا الجماهير لا تكتفي فقط بالتشجيع وبالمتابعة، بل ترسم في صور لها رسائل تصل للمغرب وتتجاوز حتى حدود المغرب. كيف تعلق على هذه المشاهد ولربما انعكاساتها حتى على الشارع المغربي؟ وبلا شك يعني هو يصعب التعليق على مثل هذه المشاهد، لأنها مشاهد رائعة جدا. أنه وهذا يعطيك يعني قيمة كرة القدم، يعني امتداداتها أنها ليست فقط رياضة، ليست فقط لعبة، بل بامتدادات أكبر. والجانب المضيء يعني أنه كرة القدم توحدنا، هذا جانب إيجابي. يعني ليبيا أولا بالكلام، نحن الآن من أين نتحدث؟ نحن اليوم هذا البلاطو هو بلاطو لقناة ليبيا. قناة ليبيا تبث يعني من العاصمة تونس، تناقش وتواكب المونديال بأبعاد مغاربي وأحيانا لشمال إفريقيا، لأن الحضور مغربي، تونسي، ليبي، جزائري، وفي كثير من المرات أيضا مصري. فبالتالي هذا بعد رائع جدا وبعد استراتيجي يعني اختارته هذه القناة الليبية، تشكر عليه. وهذا ليس مجاملة، لأنه هذه البلاطوات كان المفروض أيضا نتابعها في بلاطوهات لبلدان أيضا مشاركة في الحدث من خلال منتخباتها. لأنه اليوم كرة القدم وإشعاع كرة القدم وخطاب كرة القدم يصل إلى أبعد المستويات. فبالتالي من خلال كرة القدم، من خلال بعد إعلامي عاقل وهادف، يمكن أن نوحد الشعوب العربية، يمكن أيضا أن نلجم أصوات الفتنة وأبواق الفتنة وما أكثرها ممن يعني تقتات على التفرقة، ممن تقتات على الاصطياد في الماء العكر. فهذا البلاطو الليبي المغاربي يمثلون جميعا، هذه هي الصورة التي نريد أن نراها. من هنا أنتقل
إلى صور رائعة. وأنا فعلا تابعت الكثير من المشاهد الرائعة في كل ربوع ليبيا. تشجيع منقطع النظير للمنتخب المغربي، ساحات يعني مليئة يعني الليبيين وهم يشجعون المنتخب المغربي ويتفاعلون. هذه أمور لا تباع ولا تشترى، إما أن تخرج بشكل تلقائي أو لا تخرج. ما نتابعه هو تلقائية يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وأيضا حتى نكون يعني موضوعيين، هذه المشاهد أيضا تابعناها في الكثير من البلدان العربية، في غزة، في عدن، في تونس. أيضا أنا تابعت للأمانة أيضا تابعت المباراة المنتخب المغربي والتونسي في وسط تونس في أحد المقاهي كأنني أتابعها في مدينة الدار البيضاء أو الرباط. فهذه هي الصورة التي من المفروض أن نضع عليها الكثير يعني من الضوء، أن نضعها تحت المجهر، لأن هناك أيضا بعض الأبواق داخل وسائل التواصل الاجتماعي تريد أن تقتل هذه الصور.